السلام عليكم بنات، كلشي مزيان بخيرين؟ اش كتعاودوا؟ رجعت لكم من جديد فيديو جديد ان شاء الله. الا كتعقلوا الفيديو اللي داز كنت مشيت لواحد ستيت يارد سيل اللي هو يا كي اللي هو كان واحد الاعلان في الفيسبوك، وكيحطوا بانه كاين ديور كيبيعوا المسائل اللي كاينه في الدار، وكنت شفت بزاف ديال المجوهرات من تما كاينه. فاليوم فحنايا كنتواجدوا في واحد المنظمه اللي هي كنيسه سميتها هوب فور اول. كيهتموا بالناس اللي كيعطوهم الدونيشن، كي ياخذوا داك المسائل ديالهم هما اللي كيعطوهم تبرعات الناس، وكيحطوهم بواحد الاثمنه اللي هي جد مناسبه، والناس كيدخلوا كيشريوهم من عندهم. وانا واحد الكليانه من هذوك الكليانات اللي كيمشيو تقريبا بصفه شهريه، حتى هاد تشيرش سيل كيكون واحد المره في الشهر، بالنسبه كيكون السبت واخر خميس من كل شهر. فهذاك اخر خميس ما كيكونش فيه لي زوفر بحال اللي كيكون في تاني سبت من كل شهر. هنايا انا في الكراج دخلت داكشي كامل اللي شريت بصراحه. انا لاول مره كنشري السيكان بهاد الكميه، لان كاين اخوات معايا طلبوني نشري لهم السيكان، فانا كنشري هذا. انا كنهتم دائما بلي بيجو، فاول مره كنشري هاد الكميه الهائله ديال السيكان اللي غادي تشوفوا معايا. فالمهم هنايا كنوريكم باني دخلت هاد الشيء هذا من الطوموبيل، حطيته في الكراج عندي، وغادي نبدا نفتح ونوريكم حاجه بحاجه. هنايا كوم كوا ملي كتمشي لهداك هذاك المحل كيحطوا الباكسات، هاد الصناديق، وكيحطوا الاسم ديالهم عليها. كيحطوا الاسم ديالك وانت كتبقى تختار وكتحط في الصندوقه ديالك. ما عندش الحق اي واحد يقرب للصندوقه ديالك او ياخذ لك المسائل اللي نتيا اختاريتيها. فانا كيف ما كتشوفوا هنايا شريت بزاف الحاجات، وكانت القيمه ديالهم كلها لهادشي اللي غتشوفوه 177 دولار، سكيفي 177 الف فرنك او 1770 درهم. فالمهم انتم غادي تشوفوا معايا كلشي داكشي اللي خديناه. سيكان ديال البراند، يعني سيكان ديال الماركه. انا ما كنعرفش نطق الماركات، فغادي تضحكوا عليا، فلذلك غنتفادى نطق شي ماركه تنزلوا عليا في التعاليق راه كتنطق هكا ولا هكا ولا هكا، فغادي نتفادى اني نطقهم، لاني كنت طالعه لايف مع البنات في الفيسبوك كنوريهم، وصراحه تحشمت بزاف. هذا واحد الكاب كيتلبس سخون، مصنوع باليد، حطيته فوق الفوطي باش نبدا نوريكم. هذا واحد البراند اللي سميتو كوتش، معروف هنا بزاف. انايا في صراحه بنت اختي كتبت لي كاع البرايسز هاو ماتش ديال شحال كيسواو اونلاين. بلاتي خصني نمشي نجيب فهاد الكوتش هذا داير 150 دولار اونلاين، وبنت اختي كتبت لي الاثمنه. في صراحه ما صورتهمش لكم، كان خصني نصور لكم. حق غدا غادي ان شاء الله نحط كل ساك بالبرايس ديالو في الانستغرام ديالي، اللي غادي نحطه في عندكم لتحت في المهم غادي نحط لكم لتحت باش تدخلوا تتابعوني، لان كنحط ستوريات في الانستغرام منين كنجيب الحاجات، ومنين كنمشي مثلا الستورات ديال الجودويل والقديم اولا السوق كنعمل تما كاينه اللايف. هذا تا هو واحد الساك ديال كوتش، تا هو قالت لي بنت اختي بانه هو داير انا كنشوف لكم هنايا داير 100 دولار. المهم هادو السكان كلهم كيسواو الثمن، واخا قدامين. انا كنقول لكم هاد الاثمنه هذه ديال القديم، هذا ما كيبانليش البراند، ولكن كل هادوك السكان اللي غتشوفوهم دابايا انا نقول لكم البراند اللي هنايا عندي فينسي كاموتو داير 112 دولار حتى 125 دولار. عندي جيان نوكسين، ما عرفتش هذا، المهم بزاف هادشي هذا داير 125 من 40 حتى 125 دولار. عندي المهم الماركات في صراحه غادي ما نعطيهمش حقهم الا بقيت كنهضر عليهم. كاين انكلاين هذاك اللي عندي انايا في الصوره داير 33 دولار قديم. عندي لا طهاري، هذاك طهاري داير ما بين 14 ل 20 دولار. هاد الساك هذا داير اوريجينال برايس 98 دولار.
وانا يعني خديته هاد السيكان كلهم قول تقريبا واحد $2 $4. هذا خديته $5 لان شوفوا كيف كتشوفوا البرايس $10 ولكن لتحت تكون يعني داير لهم شهر 12 بما انه كدوز شهرين كيديروا هاف برايس. مثلا الحاجات كيحطوهم في هاد التشيرش هذا كيحطوا البرايسز مثلا كدوز عليهم شهرين كيديروا لهم هاف برايس. انا ان شاء الله غدا راه دايره معاهم مقابله غادي نمشي عندهم وغادي نعمل لقاء من عندهم تما في المحل الوير هاوس. حنا ماشي كتسمع تشيرش او كنيسه كتعني اننا كنمشيو للكنيسه كندخلوا للكنيسه، لا، هذا محل ولكن تابع لواحد الكنيسه. فهما كندخلوا لهذا المحل ديالهم. راه ان شاء الله الا تبعتوني راه غادي تشوفوا الفيديو اللي جاي غتشوفوا هذاك المحل كي داير. وغادي نصور لكم كل شيء داكشي هذاك. هما هاد المنظمه هذه كتساعد الاسر الضعيفه بحال دابا يا سينجل مامز، بحال دابا الامهات العازبات كتساعدهم، كيعطوهم مثلا الاثاث ديال الدار كامله، كيعطوهم الملابس، كيعطوهم الاواني، كيعطوهم كاع داكشي اللي هو اساسي في كل دار. وكيبقى هاد المسائل هذه اللي هي السيكان الغاليه، شي حاجات اللي هي كريستال مثلا، شي حاجات اللي هما د الفضه، شي حاجات اللي هما بالنسبه ماشي بيسك، ماشي شي حاجه اللي هي اساسيه للاسره، فهما كيحطوها البيع لينا حنايا وبهذوك الفلوس كيساعدوا يعني هذوك الناس. وتقريبا هذوك الناس اللي خدامين كلهم في الكنيسه راهم يعني متطوعين، الناس اللي متطوعين. وكاين الرئيس ديالهم هذاك ما عرفتش واش كيتخلص ولا ما كيتخلص. واحد اللي كان صراحه كنمشي انا هذه مده 4 سنين وعزيزه عليهم وكان نجيب لهم الناس وكان يعني كانوا الناس كيجيو كيسرقوهم، يعني سكيفي كانوا كيسرقوا لهم المجوهرات وكيسرقوا لهم الحاجات. سكيفي انا مثلا كنلقى شي مجوهرات هذا شحال هذه كنخشيها وسط شي صندوقه، كتجي هي كتحسب لي الصندوقه كنقول لها لا راه عندي واحد الحاجه وسط ديك الصندوقه خفت زعما تلف ليا، كتكون بياسه صغيره زواها هيك سلسله هذه. هما تيحترموا ديك الانسان اللي كيكون ثقه وكيكون هذا. دايو حنا مسلمين راه حنا معروفين. هاد السكن هادو ديال الحضور تقريبا تقاموا عليا ب50 سنتيم اللي هي 5 دراهم ديال المغرب. شنو بغيت نقول لكم، هاد المنظمات هادو كاينين كثارين، يعني كاع التشيرش اللي كاينين هنايا كيساعدوا وكيخرجوا مثلا الناس كيعطيهم تبرعات كيخرجوهم للبيع. فهادو كاملين المهم هادو كاملين سيكان اللي هما براند وساويين الثمن اونلاين. يعني المينيمو هنايا كاين $30 يعني 300 درهم. فكنقول لك انا الاثمنه ديال القديم، اما هما جدادين راه فايتين $70 اللي هي 700 درهم 500 درهم في السيل، يعني ملي كيكون التخفيضات. انا بالنسبه ليا غادي تسالوا تقولوا هاد السيده علاش كتوري هاد الشيء، شنو زعما شنو الهدف ديالها، شنو زعما الهدف للقناه. وهذا انا الهدف ديالي من هاد الشيء كامل هو كنوري البنات اللي هما هنا جاو لامريكا او كندا او اوروبا كيفاش ممكن يجيبوا الحاجات بثمن اللي هو رخيص بزاف ويعاودوا فيهم البيع اونلاين. مثلا انايا كنعرف الناس بزاف كيجيبوا هاد الشيء هذا وكيحطوه في بزاف ديال المواقع. انا ديما غنعاود لكم هاد الهضره هذه في الفيديو لان كاين ناس جدادين كيتفرجوا معنا وما كيعرفوش الهدف من القناه. فانا كل مره غادي نحط مثلا فيديو غنكرر هاد المساله هذه علاش كنعمل هاد الفيديوهات هادو. يعني انا مثلا في الفيسبوك عندي مثلا 1100 متابع، هادوك السيدات وهادوك النساء كاملين ف النص ديالهم راه لقيتو كيعمل هادشي اللي كنقول عليه انا واللي كنصح به البنات، راهم خدامين به سنين وسنين وسنين وسنين، كيمشيو للقديم وكيجيبوا الحاجات اللي هما بالتيكيتات ديالهم او لا مثلا غير هذا سميتو وكيكونوا يعني ساويين الثمن وكيحطوهم في المواقع وكيبيعوهم وكيميكو الفلوس. ومنها هما جالسين في ديورهم والدين وليداتهم مربين وليداتهم احسن تربيه وهما يا مدورين الحركه، يعني ماشي محتاجين انهم يخرجوا يخدموا هذا باش يصوروا واحد لقمه العيش. يعني سهل عليهم انهم يا يجيبوا الحاجه كيعرفوا ماشي كل شيء من الاول الواحد كيعرف الحاجه. يعني مثلا كدوز عليه كيعرف كيتلاقى مع ناس اخرين تيقولوا له كونكوا هذا البراند مزيان هذا ماشي مزيان. ماشي بالضروره انك تشري لويس فيتون ولا تشري مثلا مايكل كورس ولا تشري واحد، كاين براند اخرين اللي هما ما معروفينش ولكن ساويين ذات قيمه.
هذه تاهي صنداله كانت اختارتها واحد بنت اختي، يعني هذه لا فالور ديالها كانت بلاتي نشوف لكم هنا الثمن، كانت 5 دولار تكفي دايره 2 دولار ونص. المهم هادشي كامل كانوا عاملين السيل هاد المره في هذا تشيرسل، هادو صباط بنت اختي شراتو. مهم اي بغيت نقول لكم انه كل شيء هادشي هذا ساهل باش انسان يلقاه. كتدخل لجوجل كتعمل مثلا يارد سيل، تشورش، غارا سيل، موفين سيل، هذا لقيت هاد المشطه هذه ديال الشعر اللي هي بحال الشيشوار. انا هذه الخامس مره كنلقاها، وكدير في السوق كدير 45 دولار، يعني كدير 450 درهم. انا خديتها ب 12 دولار. هادو فيتامينات بحال دابا مثلا هذاك دي ام اي ام، هذاك ديال الهرمونات كيقاد الهرمونات، راه اوت اوف ستوك في امازون دابا ملي دخلنا كنقلبوا عليه. وهو داير شريناه حنا ب 4 دولار، هو داير 25 دولار في امازون ولا 20 دولار. بصراحه ما بقيتش عاقله. بنت اختي قالت لي زعما حاجه مزيانه. هذا تا هو فيتامين خرافي خديناه ب 4 دولار. هذه صينيه ديال المرايه، هادو كنصادفهم بزاف الصراحه. وهذه كيف جبتهم وريت اللايف البنات في الفيسبوك، وحده طلبتها ليا وشراتهم عندي بادوي، يعني ديك الساعه شراتهم عندي. هذا تا هو واحد الاخت كيعجبها هذا لو جور ديال السيكان، تا هو دغيا تبع ليا في يعني باقي داكشي في الكراطه تبع. بالنسبه لهذا الراديو هذا الراديو انا خديته ب10 دولار. فاش انا جوجليته في وسط المحل لقيته في القديم، يعني في مثلا قديم، وكيتباع ب180 دولار. يعني هذا كيتسمى شي حاجه اللي هي انتيك، وعنده الناس ديالو كيشريوه. انا مثلا حطو غير 100 دولار كونكور عندي واحد الربح ديال 90 دولار اللي هي 900 درهم. المهم خدام مزيان، ما عرفتش واش جربتو خدمته وريته لكم ولا لا. مهم هذا ان شاء الله باش نجيب واحد الفيتر اللي هو كوريكتور، بحيث واحد الجنيب ديالو تخربش ليا في الطوموبيل. فغادي نجيب واحد القلم كيفيرني بحال هاد المسائل هادو، كدوزو عليه كيرجع، يعني كترجع جديده. وهاد الماركه هادي راه توماس، هاد ها هويا ميوزيوم توماس سيري، يعني هادو كتدخل في هذا. وشريت هاد القرعه هاد شنقولوا حنا سيراميك ديال بسكوي، حتى هي شريتها بدولار انا هاف، اللي هو يا دولار ونص، تقريبا 15 دراهم. ما كاملاش 15 درهم، لان دابا الدولار داير تساوي ما كاملاش 9 دراهم، فهي غتكون واحد 12 دراهم 13 دراهم. شوفوا يعني الحجم ديالو كيفاش الراس مال اللي فيه وكل شيء. وهذه خديتها اللي هي ديال كيتشن ايد، خديتها على قبل في صراحه ندير الصوصيط، زوينه بزاف وفيها كاع لي بيس ديالها. خديتها ب5 دولار لانه ما كان داين هاف برايس، فانا خديتها ب5 دولار. انا عندي لا ماشين كبيره ديال الكفته، حتى هي كنت جبتها في واحد الجودويل جبتها. ولكن هذه عندي الكيتشن ايد هذه زعما غادي تنفعني. هذه الغشاء ديال الطابلت ديال الايباد، شريته بنت اختي الايباد اللي عندها، ولكن ما جاش السايز نيت اللي خاصها هي، فهي غتحطو ان شاء الله في الماركت بليس وتبيعو. انا تكملت لقيت هاد جوستيكان باقين عندي، كان عندي واحد الصندوقه ديال لي بيجو، ولقيت باقي عندي هاد جوستيكان هادو. هذا واحد لا ماركس اللي سميتها دون المهم شي حاجه، انا ما عنديش مع لي مارك ما كنعرفش هذا نطقهم. ف دوني اند بوركي بحال هكا شي حاجه. وهاد الصاك هذا تا هو الحضور كان تا هو براند من الداخل كيبان انه براند. المهم غندخلوا دابا معكم نوريكم كاع لي بيجو اللي انا خديت. انا كنعاود نقولها، هادشي كامل اللي كتشوفوا فيه راه خديته ب177 دولار، اللي هي ما كاملاش حتى 160 الف فرانك، 1600 درهم، فهمتوني. فكما كتشوفوا هنايا واحد السوايع اللي هما فينتاج ساعات. كاين واحد الكورميطه لقيتها فيها الذهب 10 د الكيرات ديال ذهب بيض. المهم هادو بنت اختي خليتها كتصور، لان كنت طالعه لايف مع البنات وكنوريهم داكشي، وتعبت ومشيت قلت لها انت صوري لي انت لي بيجو باش انا من بعد نمونطي الفيديو ونحطه في القناه. فهي خليتها كتصور لكم. فانا هاد التصوير ما عرفاش كي داير، غادي غير نعلق لكم. هذا واحد البغوش اللي هو ديال الفضه وفيه ديك الحجر الازرق.
هنايا واحد السلسله ذهب، هذه 12 قيراط، فيها واحد الحجره ديال سواروفسكي جات في العلاقه هنايا. زعما زوينه. هذه الثاني مره كنلقاوها، لان الصديقه ديالي لقاتها في الشهر اللي فات عندهم. هادو بعض لي بغوش، هذا لا مارك ديال الصاك اللي بينا قبيلاتي. هذا واحد عنده الحجر ديالو خضر في العينينه ديالو. هادو واحد الطير، هادو ما عرفتش كيسميوهم. المهم اشكال زوينه. هاد لي بغوش حمقوني، خديتهم اختاريتهم ملي كان دايرين مع الباب كيقول لك شنو كاين في السيل. فلقيتهم عاملين 50% في اللي بيجو، دايرين 50% في الفالنتاين ستاف. يعني كان عندنا عيد الحب، فهما دايرين 50% داكشي ديال القلوبه وهذا والحمار داكشي حمار. ودايرين 50% بالنسبه للحاجات اللي مكتوب عليها شهر 12، يعني حاجات اللي هما فايتين. هذا كان واحد الخاتم اللي هو فيه الحجر، هذاك الحجر الازرق. انا مصاب البنات اللي كيفهموا في الحجر يكتبوا لي في التعاليق شنو النوع ديال هذا الحجر هذا، لاني انا بصراحه جد ضعيفه في هذا الشيء. انا كنهبط للمغرب، الوالده كدي عند واحد دهيبي هو اللي كيقول ليها يعني هذا الشيء واش مزيان او لا. مع واحد المره شريت انا واحد المكانه بدولار، فقال لها ما تفرطيش فيها الحاجه هذه، راها شي حاجه اللي هي غزاله غزاله غزاله. وهادو بيرلا، واحد ديال النقره فيهم البيرلا. هادو تا هما يا بيرلاس، تا هما يا فهمتوا، غير داك السقلي خيط ومصاوب وملصقين فيه داك البيرلاس. يعني ماشي ديك الخيوط سناسل ولا هذا، راهم غير سقلي صافي. وهذه سنسلات، هادو ماغن. هاد المكانه هذه راها غاليه بزاف، النوع اللي هي فينتاج وغاليين بزاف. يعني انا ما كنعرفش القيمه ديالهم دابا، لاني خصني تنديهم. ان شاء الله غادي نمشي ونصور لكم هذاك الناس اللي نديهم ليهم باش يعرفوا القيمه ديالهم، ونسولهم يعطوني لا فالور ديال كل حاجه ان شاء الله. وغادي نصور لكم كل شيء ونقول لكم كل حاجه شحال رجعت ساويه. يعني مثلا انا خديتها بقدا وقدا، وغنقول لكم شحال هي القيمه ديالها. البنات راه كاين اللي انا مثلا كنصادف بنات اللي هما كيشريو الذهب بصح، وكيشريو الحاجات الدايموند. واحد الاخت كانت لقات خاتم في اليارد سيل في الجودويل، شراتو بدولار، لقاتو كيسوى 8000 دولار. فهمتوني؟ يعني هادشي ديال القديم، لان الناس هنايا في امريكا بقى شويه الغفله. الناس كيموتوا هذا كيجيو الاحفاد ما كيعرفوش لديك الشيء، ما كيتسوقوش له، كيشدوه كيحطوه للبيع، اولا كيحطوه مثلا الدار كامله كيجي واحد كيخملها وكيحطها في الاوكشن بحال هكا. يعني باقي الغفله الحمد لله، باقي كتلقى الحاجات. المهم انا غادي ان شاء الله شي نهار غنبوستي لكم، نعمل لكم فيديو غير على الحاجات اللي شريتها بدولار. يعني بقيت شريتها بدولار والقيمه ديالها يعني كتفوت 100 دولار. يعني اش نقول لكم، راه مفاجآت كثيره ان شاء الله تشوفوها معايا. والحاجات اللي عندي في الدار باش نجبدهم لكم ونوريهم لكم بشحال شريتهم. وبعض الاخوات اللي كيعملوا مثلا ريستوريشن كيجيبوا الحاجه او كيعاودوها، تيردوها مودرن، كيصبغوها بالبيض ولا كيصبغوها المهم كيردوها مودرن وكيبيعوها. يعني كتجي واحد الحاجه كتشوفها تحقرها، كيجيو هما كيعاودوا الصباغه ديالها ويعاودوا لها يدخلوا فيها تحسينات وكيبيعوها، كترجع شي حاجه اللي هي تحفه ما شاء الله. المهم راه كاين ناس بزاف كنعرفهم باش يتعاونوا معايا ويحطوا لي داك المسائل اللي كيديروا، ويتعاونوا معايا في الخبره ديالهم في المعلومات ديالهم. ومنين كيصيدوا الحاجات منين كيجيبوا. انا بصراحه ملي دخلت لهذا المجال وطلعت للعالم وقلت ارى نوري الناس نوري البنات شنو كندير. لقيت راسي شنو المعلومات اللي عندي ولا شيء بالنسبه للكم ديال المعلومات اللي اكتشفتها مع يعني انا ابتديت بالفيسبوك. فتحت جروب، كنت جاتني كورونا وبقيت نزيله الفراش لواحد المده ديال علينا 20 يوم. وهذاك الملل خلاني والوحده خلاني اني نقول علاش انا ما نشاركش البنات كونكو انايا عندي هوايه ديال هادشي هذا القديم وديال اليارد سيلز وديال ديال الفلي ماركت وديال الماركت بليس. علاش ما نشاركش هاد التجربه ديالي مع البنات ونوريهم كونكو منين يجيبوا هادشي هذا. ففتحت الجروب في الفيسبوك سميتو اسرار اليارد سيل وكيفيه البيع والشراء في الماركت بليس. فملي دخلت لهذا المجال دخلوا عندي البنات
فبقيت كان كيصيفطوا لي البنات هذا، كنهضر مع كل وحده، يعني أنا لقيت راسي ولا شيء. قلت أنا زعما بالنسبة لهاد البنات هادو وهاد السيدات هادو اللي هما ذات خبرة ولا شيء. كيف أن السيدة كتمشي مثلا الجودويل، كتجيب واحد الطاولة وكتصبغها وكتقادها، اولا كتجيب واحد الاباجور وكتقادها وكتصايبها، اولا مثلا كتشوف واحد الكورميطه في الفيترينا ديال هذاك المحل وكتقول له مثلا هي ساويه 4 دولار، كتعرف بانها فيها الحجر مزيان، فيها تقدر تكون ذهب، تقدر تكون هذا. فالكنوز، صائدي الكنوز موجودين وكيصادفوا الحاجات اللي هما يا غزالين. فانا كنقول غير بالصدفه وحظ مني اني طحت في هذا التشورشيات سيل، كنجيب منه هاد لي بيجو وكنجيب منه حاجات كاملين اللي خاصني في الدار. يعني الالات ديال بحال طحانه القهوه، طحانه دي هذا كلشي كنشريه من تما. داري تقريبا 90% ديال الحاجات اللي فيها شاريهم سكند هاند. يعني ما نعرفش نمشي ندور في البوتيكات، ما نعرفش نمشي ندور مثلا في المحلات، ولكن تديني مثلا شي سوق، تديني شي مثلا ديال المحل ديال القديم وهذا، نخرج لك الكنوز من تما. يعني حتى الصديقات ديالي المقربات ملي كنخرجوا مثلا كندخلوا لشي محل ديال السكند هاند، كنشوف انا الحاجات، هما ما كيفهموش الاستعمالات ديالها. كيقول لك شنو هادي، شنو نعمل بها انا؟ تقول له فلانه هادي تصلح كذا وكذا وكذا. كيقول لك شوف انت، يعني مثلا حنايا كنكونوا في وسط تشرش سيل وهداك الشيء، كنشوف الحاجه وحده راه واقفه حدايا مثلا، وما كتعرفش هذاك الحجر النوع ديالو، ما كتعرفش داك الحاجه شنو القيمه ديالها او شنو ممكن تعمل بها. فانا ملي كنهزها وكنشرح للانسان اللي معايا كيتاسف انه هو ما عرفش ديك الحاجه القيمه ديالها. وبعض الاحيان ملي كندي معايا كاين شي صديقات اللي وريتهم كنديو معايا كينوض لي الصداع معاهم، فاس كي بحال ما عرفش ما عرفش كيفاش نقولها لكم. المهم هادشي بعيد على اليوتيوب، ماشي بالضروره باش يكون يتعرف. اللي بغيت نقول لكم يعني راه كاين ما يدار. وتا في المغرب، انا كنت كنمشي مثلا الاسواق، بحال دابا مثلا في طنجه كاين سوق كاسابلاطه، بحال دابا في سلا كاين سوق الكلب، حاشاكم. يعني كاين اسواق، مثلا ملي كتمشي لهذوك الاسواق كتوقفي كتلقاي مثلا بائعين ديال داكشي ديال الانتيك، كتلقاي الفضه، معالق الفضه، كتلقاي مثلا الفلوس. بحال دابا الناس اللي كيفهموا في الفلوس القدامين يقدروا يلقاو بزاف الحاجات اللي هما هي كنوز يعني محطوطه تما كاينه. المهم انا اللي بغيت نقول لكم، اللي في شي بلاصه يتحرك يمشي يقلب يشوف. كاين دابا يا حنا مثلا في امريكا، ولاو الناس في الماركت بليس في الفيسبوك كتلقاهم كيجمعوا ميكا ديال هاد المجوهرات، هاد الشيء القديم، وكيقول لك مثلا هاد البلاستيكه هذه كامله كنبيعها ب20 دولار او لا 30 دولار او لا 60 دولار، على حسب الوعي ديال هذاك الانسان بداك الشيء اللي عنده. و و المهم خديت واحد استراحه لاني فريمون عييت. هذا النيكليس هذا كاتبين عليه 10 د الكيلات، ما عرفتش واش هذا ذهب بيض ولا هذا، المهم انا ما عارفاش. بغيت نقول لكم كاين مثلا انايا كنشري مثلا الطنجره الطهي، طنجره كوكوت كنقولوا لها حنا كوكوت. هذيك الطنجره ديال الطهي مثلا شريت انا الاولانيه ب3 دولار. عملت فيها العسل رمضان اللي فات وخشيتها في الفران، هذاك العسل باش نخوي ليسباس. راجلي فتح هذاك الفران وسكيفي داك البلاستيك اللي وسط منها لداخل ديال هذيك الطنجره الضغط داب، فهذيك ما بقاتش كتحل ليا. فانا تاسفت، ولكن ماشي لديك الدرجه ان بقى فيا الحال وهذا، لان اصلا الثمن ديالها كيسوى 60 دولار وانايا شريتها غير ب3 دولار وتخسرت، فما كيهمش. مشيت جبت واحده اخرى عاوتاني لقيتها، صادفت واحده اخرى. هذا واحد سميتو كيتخشى في الكرافات مع هذوك ديال الكمام. هذا شكيت فيه انايا دايمن، فانا غادي نديه ونشوف واش دايمن ولا لا. وغادي انا خديت داك الليكيد باش كتيستي الذهب، واش ذهب 14 ذهب 10 ذهب فضه، واش ذهب 18 واش ذهب 23 24. راه شريته ان شاء الله غادي يوصلني. وخديت ديك الاله اللي كتشوف الدايمن،
يعني واش دايمن ولا ماشي دايمن، وتتحدد لك حتى الانواع ديال الحجر اللي كاين تما، كاينه الاحجار الكريمه. فهي خديته، وخديت واحد الليكويك اللي هو كيمسح الذهب، مثلا كتغسل به الذهب. وخديت سميتو المهم خديت بزاف ديال الحاجات. خديت هذيك اللوب اللي كتقدر تشوف فيها القراءه ديال داك الطوابع اللي كاينه تما كاينه. فخديتهم من امازون، ان شاء الله يوصلوني غنوريهم لكم ونقدر نشاركهم معكم الا احتاج شي واحد شي حاجه. لقيت هادو حمقوني، هاد البغوش مع هادوك الزواهق ديالو، شي حاجه اللي هي رهيبه. كيف ما كتلاحظوا الفيديو اللي داز ولا هذا الفيديو هذا، شوفوا الكميه ديال المجوهرات اللي كنلقى. وواحد يعني واخا كاع نقولوا حنا ماشي ذهب، نقولوا حنا غير بلاكيور كاع، ولكن شوفوا الجماليه ديالهم. هذه واحد بحال هذاك ديال النحاس وهي تفيفيحه، بحال نقولوا حنايا اش كيقولوا له. المهم تتقولي في التعاليق، انا راه اختكم ضعيفه شويه في اللغه. هنايا لقيت واحد الزواهق بالحجره ديالهم كيحمقوا. المهم دابا هادو داين $5، هذا قديم هادشي.